تعال بقى لما اقول لك على تكنيك رائع جدا هيزود عدد متابعينك وعدد المشاهدات على التيك توك، وانا مجربه ومش هتلاقي بتحدي، مش هتلاقي حد يكون اتكلم عليه قبل كده. ايوه، بجد كل الفيديوهات اللي بتتكلم على زيادة عدد المتابعين على التيك توك، زيادة المشاهدات على التيك توك، مش هيروح للنقطة اللي هكلمك عليها، لان انا مجربها عمليا وعلميا. بالاضافة الموضوع اللي بيتعمل ده مش اي حد ممكن يعمله. يعني ايه الكلام الجميل ده؟ صلى على النبي السلام وركز معايا، ولو ما اشتركتش في القناه اشترك، ولا اقول لك اجل خالص لنهايه الفيديو. ولو عجبك الكلام وجربنا عمليا ولقيت نسبه المشاهدات بتزيد، اشترك في القناه وسيب لي كومنت عشان نكمل معاكم على نجاحاتك على التيك توك. ايه هي الحكايه وايه هي القصه؟ ببساطه شديده ان انت هتعمل حاجه اسمها سلاسل على التيك توك. ايه حكايه السلاسل دي يا عم وتيدي؟ اقول لك على حكايتها وهقول لك بالتفصيل بس في فيديو تاني، لكن هنوه تنويه بسيط عليها. ان انت لما يكون عندك محتوى تعليمي، محتوى ممكن يكون شويه ترفيهي، فانت بتعمل سلسله مدفوعه بمقابل، يعني انت بتاخد عليها فلوس مش بتدفع فلوس. وبالتالي التيك توك كمنصه ربحيه بتحاول ان هي توصلك السلاسل دي لاكبر عدد من الناس عشان حضرتك تكسب وهي برضو تكسب، لان المنصات دي يا جماعه معموله علشان الربح. لو احنا واخدين بالنا ان احنا او فاهمين ان المنصات دي هي عباره عن منصه ترفيهيه والناس تعيش حياتها، لا لا، كل حاجه بيبقى الهدف منها ان هم يكسبوا من وراك فلوس، حتى لو كان ليه اهداف اخرى، بس الهدف الرئيسي يكسب من وراك فلوس. لما تعمل سلسله تعليميه زي ما انا مثلا تخصصي عن الالقاء والصوت، عامل اكتر من سلسله عن التنفس والصوت والثقه بالنفس، وبحدد ليها نسبه معينه من المبلغ، دولار، 2 دولار، 4 دولار. فالتيك توك بيكسب لما حد يشترك ويشوف السلسله، لان هي مش بتبقى متاحه لاي حد. طيب ايه اللي هنعمله؟ لما تنشر فيديو هتعمل حاجه اسمها اضافه رابط، وتروح تضيف السلسله اللي حضرتك عملتها، وبالتالي التيك توك بيبقى هدفه ان يوصل السلسله دي لاكبر عدد من الناس عن طريق الفيديو. فبالتالي الفيديو نسبة مشاهداته بتزيد. لما تكون مثلا عندك فيديو بيوصل له 200 300 400 500 واحد، لا بتلاقي ان هو 1000 2000 3 7 10 اكتر، خاصة كمان لو محتوى الفيديو قوي. وبالتالي هو عايز يوصل الفيديو لاكبر عدد من الناس علشان السلسلة تتباع وحضرتك تكسب وهو يكسب. تعال بقى نبدأ واحدة واحدة كده عمليا، وركز معايا وصلي على النبي وهقول لك القصة فيها ايه. ولو عجبك المحتوى اشترك معايا في القناة، سيب كومنت جميل عشان نكمل نقول ازاي تنجح على التيك توك. يلا نبدأ. تعالى بقى لما اكلمك عمليا واشرح لك ازاي تزود عدد متابعينك وعدد المشاهدات على التيك توك باستخدام السلاسل. هتدخل على الاكونت الشخصي بتاعك، ويا ريت لما تدخل وتشوف الاكونت بتاعي اعمل اشتراك فيه وتابع الفيديوهات اللي هتفيدك. طيب احنا عندنا هنا كلمة السلاسل على الشمال، هتدخل على السلاسل هتلاقي فيه 3 سلاسل انا عاملهم: سلسلة عن مهارات الصوت، سلسلة عن التخلص من اللثغة والتلعثم، وسلسلة اخرى عن تمارين التنفس. طب كويس، انا كده عملت سلسلة وهشرح لك بالتفصيل ازاي نعمل سلسلة. تعالوا بقى نعمل فيديو. يعني مثلا انا دلوقتي تخيل ان انا هنشئ فيديو دلوقتي. نيجي داخلين هنا، مثلا لو انا الفيديو ده عندي الفيديو ده، تعال نعمل برضو جزء عملي شوية. الالقاء بالكبريت. ايه علاقة الالقاء؟ عرفتم ايه علاقة الالقاء بالكبريت مثلا؟ تعال بقى ننشر الفيديو ده ونشوف مع بعض. وهنكتب هنا مثلا علاقة الالقاء بالكبريت. حلو. ونعمل الهاشتاج بتاعنا اللسان او مثلا الثقة. نجيب هاشتاجات اللي هي تمشي مع الموضوع. تربية الابناء، الالقاء، كلام جميل. حلو الكلام ده كله. طيب تعالى بقى هنا اضافة رابط اللي هي العلامة الحمراء. اول ما اضيف رابط هيظهر لك كلمة السلاسل او منتج السلاسل. لازم تكون عامل سلسلة. فانا دلوقتي انا بتكلم على مهارات اللي ممكن اضيف السلسلة دي. كلام جميل جدا. هبدأ اعمل ايه؟ هنشر الفيديو دلوقتي. اللي هيحصل ان احنا هنرجع دلوقتي لو بعد، محتاج تقسم الشاشة. يعني هنرجع بعد ما الفيديو يتم نشره. سيبوني مثلا كده وقت وارجع لكم تاني نكمل مع الفيديو ده ونشوف عدد المشاهدات، لان احنا اضفنا السلسلة كان عددها كام. هستناكم بعد ما نعدي مثلا نص ساعة. تعالوا بقى بعد ما عدى نص ساعة ندخل على الفيديو نشوف وصل لكام مشاهدة. تمام جدا. طيب
اديكم شايفين دلوقتي ان دلوقتي لو بصيت على هيقول لك كده منذ 27 دقيقة، اللي هو عند كلمة الوتي دي استشاري الإلقاء والصوت. نوقف الصوت هنا. هتلاقي الوتي دي استشاري الإلقاء والصوت في جنبيه منذ 27 دقيقة. تحت كام مشاهدة؟ 3000 مشاهدة. ما شاء الله، قوة الا بالله. قول ما شاء الله، قول ما شاء الله، وما تقلقش من حاجة يعني انا جاي بجد ان انا احاول ان انا اساعدكم في الجزئيه دي، لان ده انا بدات اتابع القصه لما لقيت ان انا كل ما بنشر السلاسل كل ما عدد المشاهدات تزيد. اكتبوا لي بقى في الكومنتات عايزين تعرفوا ايه تاني علشان نزود عدد المتابعين، او خبايا التيك توك. بالاضافه لو انتوا عايزين تعرفوا حاجه عن سلاسل التيك توك هشرحها لكم بالتفصيل في فيديوهات تانية. بس ارجوكم دعمكم الكامل لينا هيفرق كتير معانا. اشوفكم ان شاء الله بخير وربنا يوفقكم. وبرضو بأكرر حاجة مهمة جدا، أرجوكم خلي محتواك محترم، خلي محتواك هادف، خلي محتواك يجي يوم القيامة في ميزان حسناتك. وصلى على النبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.